لكن الأمور تعقدت بسرعة أن لقوه مبلغ كبير في وسط سيارته بطريقة غير قانونية، فحبسوه تاكاشي. السلام عليكم، جيتكم فيديو جديد. فيديو اليوم ندويلكم على قصة تاكاشي اللي ملقب 69، المغني المشهور اللي تميز بأسلوب خاص، وأغانيه الشهيرة قصته المليئة بالصعوبات والتحديات اللي واجهها في طريقه إلى الشهرة. في هذا الفيديو حناخدكم لرحلة لاكتشاف حياة تاكاشي من عند نشأة في حي فقير لعند ما وصل نيويورك ونجح نجاح كبير. وقبل ما نبدو ديروا لايك واشتراك، وهي نخليكم مع الفيديو. I know you don't like me, you wanna fight me, you don't want no problems at your party, don't invite me. تاكاشي هو رابر أمريكي مشهور، نولد في عام 1996 في نيويورك. كان تاكاشي طفل في بيئة صعبة حيث كان الإجرام والعنف يوميا. تاكاشي بدأ شهرته في سن مبكرة، وكان يكتب في الأغاني ويسجلها في مكان قريب من السكن بتاعه هو. وكانت أول أغنية ليه الليلة الماضية اللي صدرها في عام 2015. بعدين تاكاشي قدر يجمع جمهور كبير في التواصل الاجتماعي وولى شخصية مهمة في الموسيقى الراب. مع ارتفاع شهرته قرر انه ينتقل للوس انجلوس في كاليفورنيا ليبدأ مسيرته الفنية بشكل كبير. وهذه الأغنية لأكثر مشاهدات حتى توا، وحصلت على ملايين من المشاهدات بعنوان جومو اللي اطلقها في عام 2017 وحقق منها نجاح كبير. لكن من رغم شهرته تعرض لمشاكل كبيرة والاتهامات خلال مسيرته الفنية مثل العنف والقتل، وخش الحبس أكثر من مرة، وحتى تعرض لمحاولة اغتيال في عام 2020 في ميامي ينصاب بطلقة نارية. على الرغم هذا كله قعد مستمر ودار أغاني والبومات نجحت هلبة. وتوا خنقول لكم على واحدة من المواقف القانونية اللي مر بها. في ليلة تاكاشي كان يودي في روحه لحفلة موسيقية كبيرة، وكان الجمهور كبير ويستنى فيه هو يطلع على المسرح. لكن قبل الحفلة بساعات تعرض لمواجهة من الشرطة غير متوقعة، وهو ماشي للحفلة بسيارته وقفوا عليه سيارة شرطة وطول كلبشوه ورفعوه المركز، وكان هو مشوش ومش فاهم شي شن صاير. ولكن هذا كله سمع كلام الشرطة واعطاهم كل شي يبوه. لكن الأمور تعقدت بسرعة أن لقوه مبلغ كبير في وسط سيارته بطريقة غير قانونية، فحبسوه تاكاشي واتهموه انه كان يدير في حاجات غير قانونية بس جاب هذه الفلوس، مثال غسل الأموال وبيع المخدرات. كان تاكاشي مصدوم ويحاول يطلع روحه من القضية بأي شكل، لكن الشرطة كانت مصممة انها هي تحقق معاه. قعد تاكاشي أيام في الحبس وقعدوا يحققوا معاه ان جاته حالة نفسية، وما كانش يعرف انه حيستمر في الفن او يسيب. لكن تاكاشي قدر يطلع روحه انه هو بريء، وبعد أسابيع جاب محامي وشهود ودار كل شيء، وبعدها طلع. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. ديروا لايك واشتراك واكتبوا لي في التعليقات شو رايكم في القصة، وهي تشاو.